كارثه انت بتعملها بسبب استخدامك العشوائي للفيتامينات والمعادن، او حتى ما بتحسبهاش في الدايت بلان بتاعك. لان بكل بساطه اي فيتامين او معدن لازم يتحسب زي سعراتك والبروتين والكارب والفات، لان انت لو خدت كمثال كالسيوم زياده عن اللزوم، فهنا ساعتها الكلى هتبدا انها تخرج الكالسيوم ده بره الجسم، ومع الوقت هيحصل حصاوي كريستاليه في الكلى. ولو انت قاطع ملح وما بتاخدش احتياجك من الاملاح والصوديوم قليل جدا عن الرينج الطبيعي اللي هو من 1500 ل 2400 مللي جرام في اليوم، فساعتها هتلاقي نفسك مصدع على طول، مش عارف ان انت تشيل اوزان، وطاقتك على طول قليله. طب لو زياده عن اللزوم ومعدي الرينج ودخل في 10000 مللي جرام، ساعتها هتلاقي برضه حصاوي بتحصل في الكلى وبتتراكم وبتعمل لك مشاكل، وممكن تؤدي الى فشل كلوي، وكمان هتزود الضغط عندك في جسمك عشان جسمك على طول معدي الرينج الطبيعي من الصوديوم. كل ده مثال بسيط جدا من قائمه كبيره من الفيتامينات والمعادن. المفروض ان كل حاجه بتتحسب، ولكن الحقيقه ان اغلب الناس ما بتحسبش الكلام ده، وحتى انت لو ماشي على لايف بلان بتمشي بشكل عشوائي. فمن هنا كنا لازم نديفلوب ونطور السيستم ان هو يقيس كل حاجه، وحتى لو دوست على اي صنف من الاصناف اللي موجوده يقول لك السورسز والمصادر اللي فيها موجوده منين، عشان لو زياده تقلل من العناصر دي، ولو قليله تزود من عناصر ثانيه. فمن الاخر حساباتك مش مجرد بروتين وكارب وفات اللي انت المفروض تحسبها، ولكن في خبايا كبيره جدا ورا التغذيه لازم تكون دارسها وفاهمها. فلو انت مدرب وكل اللي بتحسبه هو البروتين والكارب والفاتس والسعرات الحراريه بس، فانت كده بعيد تماما عن التغذيه الحقيقيه، لان التغذيه فعلا هي اعمق من كده بكتير. فلو عايز تعرف الحسابات دي كلها بتتحسب ازاي، كل ده دلوقتي متاح في كورس التغذيه الرياضيه عشان تعرف كل التفاصيل. ولو عايز سيستم زي ده تقدر من خلاله ان انت تعمل اكتر حاجه كاستمايزد ومظبوطه للعملاء بتوعك، عشان تبقى شايف كل حاجه بتفاصيلها زي كده وتعرف تحسبها ازاي، ابعت لنا رساله وهنديك السيستم ده. اما بقى لو انت ما عندكش وقت لوجع الدماغ والحسابات وكل التفاصيل دي، فتقدر تبعت لنا برضه رساله عشان نعمل لك الدايت والتمرين المناسبين لمستواك. بس كده، لو عايز تبدا دلوقتي ابعت لنا رساله.